ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ميني تشيز كيك او تشيز كيك سواريه. يعني القطعه كده يعني صغيره جدا، كل فرد ياخد قطعه واحده. القطعه دي حلوه جدا، التشيز كيك ده حلو جدا في المناسبات واعياد الميلاد والحفلات. هنتعلمه النهارده مع بعض. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي مروه. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل اشعارات الجديده. هبدأ بقى اجهز الادوات بتاعتي. عند صينية التشيز كيك دي القاعدة بتاعتها متحركة، دي بتبقى مختلفة عن صينية الكب كيك علشان اقدر احرك التشيز كيك بكل سهولة. عندي بقى بسكوت وجبنة كريمي، ممكن استخدم اي جبنة كريمي، وكريمة حلويات وسكر بودرة وزبدة وكريم شانتيه. هكتب كل المقادير في صندوق الوصف. هبتدي بقى اطحن دلوقتي البسكوت. ده كان بسكوت باقي من بسكوت العيد، تقدري تستخدمي بسكوت اوريو او بسكوت شاي او اي نوع بسكوت عندك متاح. احط عليهم 70 جرام من الزبدة. 200 جرام من البسكوت احط عليهم 70 جرام من الزبدة، يعني حوالي 5 معالق. هطحنهم بقى كويس، وبعد كده هدهن بقى القوالب بتاعتي كويس بمنديل فيه مسحة خفيفة من الزيت. بعد كده احط مقدار متساوي حوالي معلقة صغيرة في كل فتحة من التشيز كيك علشان كلهم يبقوا قد بعض. بعد كده بقى هجيب اي حاجة طويلة، وبعد كده هبتدي اساوي طبقة البسكوت اللي انا حطيتها. لازم اساوي كويس جدا عشان كلهم يطلعوا زي بعض. بعد كده هدخلهم الفريزر لمدة ساعة. هجهز بقى دلوقتي طبقة الكريمة. عندي كوباية من الجبنة الكريمي، هنزل لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايات، والسكر البودرة والكريمة السايلة والكريم شانتيه. هضربهم بقى كويس جدا لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض. مش هضيف ولا جيلاتين ولا بيض ولا اي حاجة. كده خلاص القوام بتاعي بقى جاهز. هبتدي بقى احطه في كيس حلواني او اي كيس علشان تكون الكمية متساوية. لازم احطهم في اي كيس حلواني او اي كيس بتاع السندوتشات العادي علشان مفيش واحدة تطلع اكبر من التانية او اصغر من التانية. شايفين القوام تقيل جدا من غير بودرة الجيلاتين او من غير ما ادخله الفرن او من غير بيض. هبتدي بقى دلوقتي اسويهم بمعلقة. بعد ما اسويهم هدخلهم الفريزر لمدة 4 ساعات. كده خلاص انا سويت الكمية كلها. دلوقتي بقى هجهز الصوصات بتاعتي. احط اي حاجة على النار فيها مية وفوقيها طبق، يعني كأني بعمل حمام بخار كده، وهحط معلقة من كل صوص انا هستخدمه. ده صوص اللوتس هسيحه على النار. ده صوص النوتيلا بديل النوتيلا الاصلية، وهحط معلقة زيت صغيرة على المعلقة اللي انا حطيتها. هبتدي بقى اقلب لحد ما الصوص بتاعي يبقى خفيف جدا علشان اقدر احطه على التشيز كيك. لكن لو هو تقيل لسه طالع من التلاجة مستحيل اقدر احطه لانه بيبقى جامد جدا. ولازم احط معلقة الزيت علشان اول لما بيدخل التلاجة الصوص بيجمد تاني ومستحيل حد يقدر ياكله. دي طريقة تسييح الصوصات وكمان طريقة تسييح الشوكولاتة الخام، وممكن بكل سهولة تحطيهم 30 ثانية في الميكرويف. دلوقتي خلاص طلعته من الفريزر. بمعلقة بقى عادي هبتدي بقى احط صوص من النوتيلا. بيتفرد بكل سهولة طالما الطبقة اللي تحت متجمدة كويس. لو الطبقة اللي تحت بتاعتي سايحة مش هقدر افرد طبقة النوتيلا او طبقة اللوتس. وطبعا التزيين بتاعي بيبقى اختياري،
ممكن تاكليه سادة من غير اي حاجة، بس الاحسن طبعا تضيفي عليه صوصات من فوق. احط بقى عليها شوكليت شيبس كده قبل ما الصوص يسيح، لان لو الصوص استنيت عليه 5 دقايق هيجمد والشوكليت شيبس مش هيثبت عليه. عندي بقى صوص فراولة كان باقي عندي، وبعد كده هحط صوص اللوتس وهزينه ببسكوت اللوتس. هبتدي بقى ازينهم ببسكوت اللوتس، واخر حاجة هحط شوكولاتة رافاييلو، وممكن كمان ادهنهم من تحت وايت شوكليت. كده خلاص هحطهم في الفريزر لمدة 5 دقايق بس الصوص يمسك علشان اقدر احركه من القالب كويس، وهو بكده هيقدر يتحرك من القالب بكل سهولة جدا، وكمان علشان انا دهناه دهنة خفيفة من الزيت هيطلع معايا كويس جدا طالما كل الطبقات معايا متجمدة كويس. لكن لو الطبقات مش متجمدة هيسيح ومش هيطلع معايا. شايفين القطعة حجمها صغير ازاي وجميلة جدا؟ تقدري بقى تعمليها لأولادك في البيت او في اي مناسبة عندك، كتب كتاب، خطوبة، عيد ميلاد، كل واحد كده ياخد قطعة صغيرة بجد هينبهروا بيها جدا. تقدري بقى تعملي الصوص براحتك على حسب ذوقك، ممكن تعمليهم كلهم مثلا فراولة، او ممكن تعمليهم كلهم شوكولاتة، وممكن كمان تعمليهم بالاوريو، يعني البسكوت اللي تحت يبقى اوريو ومن فوق تزينيه ببسكوت الاوريو. عايزاكي بقى تقوليلي رأيك لما تجربي الوصفة بتاعتي. الكمية دي عملت معايا حوالي 23 قطعة من التشيز كيك. ما تنسيش بقى تعمليلي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي واشعاراتي الجديدة، واستنوني في وصفة جديدة، ومع السلامة.